انت ربي قال لمن شاء منكم ان يستقيم. انت حاب تستقيم، يلا توكل على الله، بسم الله، اعطينا علامه، اعطينا خدمه تخدمها، اعطينا عمل يبرهن استقامتك. هذا هو اللي لازم يكون الانسان. والتقرب الى الله كل يوم لازم يمر عليك تولي احسن من اللي فات، وهذه هي الطريق باش ربي يثبتك. لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما روانا حديث الولي، وش قال فيه ربي سبحانه وتعالى الحديث القدسي؟ قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. بسم الله، انا تبت الى الله، حبست المخدرات، نروح نتقرب بالشيء الواجب. وش هو الواجب؟ نصلح العلاقه مع الوالدين. الام هذه اللي راني بكيتها انا في الليالي سهرت، نصلح العلاقه، واجب علي الان، فريضه. الامور تاع الناس اللي نقدر نستحل من الناس، قال فلان اسمح لي هذا المال سرقته لك في يوم من الايام، هاك تاعك حاجتك، اللي قدرت نوصل، اللي ما قدرتش نوصل نتصدق عليهم ولا ندعو لهم الله تبارك وتعالى. اللي ظلمناه نمشيو ليه، قال يا فلان اسمح لي في يوم من الايام ضربتك ولا كاش ما سبيتك ولا اسمح لي، نصلح واش نقدر. هذا الطريق، هذه هي الطريق الصالح. كي تشوف روحك تعمل هذا الشيء هذا، عرف باللي ربي راح يثبتك. الان تزيد تمشي للصلوات، يأذن المؤذن وراح تصلي مع المسلمين، هذو كامل واجبات علينا، هذو كامل واجبات. جاء رمضان نصوم رمضان. الان انا ربي اوجب علي امور راني نقوم عليهم. هذوك الامور احب حاجه عند ربي عز وجل، يقول لك شوف الشيء اللي انا افرضته عليك تقرب الي به، ثم يحبك الله. ومن بعد انت تذوق واحد الحلاوه تاع القرب من الله. واش دير؟ تعاود تقول انا الحمد لله صليت الصلوات الخمس، ما شاء الله عندي شهرين ولا 3 ولا 10 وانا صلي الصلوات الخمس، الله يبارك. دوكا جاتني حلاوه تاع الايمان، نزيد لهم واحد الرواتب، نزيد النافله، صلاه الضحى، قيام الليل. شوف الان دخلت في النافله، علاه؟ ذقت حلاوه الايمان، راك بديت تطلع في الدرجه. هنا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، مع الاول بالفريضه، ومن بعد حلات له السيد هذايا ولا ما شاء الله ولا يحب الله، يحب مناجاة الله، مشى الى النافله. كي دخل في النافله ربي عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. شوف الان راك دخلت في العتبه تاع الله، راك دخلت في الحمام تاع الله. قال له ربي عز وجل للشيطان، واش قال له؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. انت كهربت، هذا التوبه تاعك، الذهاب الى المسجد والصلوات والعباده وذكر الله والاعمال الصالحه، هي عباره عن هروب من الشيطان اللي كان متمكن منك الى الله. انت راك تمشي وتهرب لله، تهرب. قال حتى احبه، فاذا احببته خلاص كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. معناتها خلاص انت راك قربت عند الله. خلاص. شوف كاين نوع من الناس الان المخدرات هذه راهي غاليه، عليها مصاريف. كاين ناس يتناولوا مخدرات، يقول لك انا نتمنى وكان واحد يجيب لي كيلو، وكان يجيب لي 1 كيلو نرتاح، نضرب عام عامين ما شاء الله وانا راني هايل، ما نسحقش كامل اللي نجيبها. اتصور كيلو تاع كوكايين ولا تاع واش حبيت كميه. انسان مصلي قول له هاك هذه، واش يدير بها هو؟ يديها؟ ما يديهاش. ما يقولش انا هذه نستعملها ونتشهيتها، لانه ربي مكره له المعصيه، ما يديرهاش. يوسف عليه السلام خلاص وقعت كل متطلبات المعصيه، واش قال؟ ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليه. ما راهش حاب يعصي ربي، علاه؟ لان تاع الله ما يقدرش يتمكن منه شيطان من القلب تاعك. وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. الان ربي كيحبب لك الايمان ويزينه في قلبك، وقتاش هذه؟ عندما تتقرب منه انت وتولي انسان المعصيه ما تحبهاش. كاين ناس كانوا يدخنوا، كان يدخن وكان يعشق رائحه الدخان، كي تابع عليه ربي وحبس الدخان وكمل، تجي دوكا تتكيف قدامه يقول لك والله ما نحملها، بارك الله فيك. واش اللي غيره؟ ربي سبحانه وتعالى كره له المعصيه. انت الان باش تلحق الدرجه هذه تولي تكره المعصيه، تكره، تقول انا كرهت الليالي هذوك، كرهت الايام السوداء، كرهت وانا في هذه الحاله اللي راني فيها. وقتاش تولي تكره الامر هذا؟ لما تتقرب الى الله وتذوق حلاوه الايمان، وتولي باللي عندك علاقه وعندك مشروع مع الله، وهو انك انسان عندك علاقه مع ربي اللي خلقك، عندك عبوديه، عندك فرائض، عندك نوافل. التقرب الى الله هو سر ثبات الانسان وسر نجاحه في توبته واستقامته. الشيء الثاني يا اخواني الكرام، باش تسقم نفسك وتمشي في طريقك،
التدين تاع الصح لازم كما نقولوا حنا الانسان يكون انسان وسطي في الدين، كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما يمشي لا هكا ولا هكا، وانما في الوسط الطريق الصحيح. وشنو هو الطريق الصحيح؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام هنا حنا كي نتوبوا، شوفوا يا اخواني الكرام سمعوني مليح، حنا كي نتوبوا ونسقموا روحنا ونروحوا الجامع نصلوا ونولوا ناس متدينين ما شاء الله، باش نولوا ملاح نضاف لازم نقيو هذيك التدين تاعنا، نقيو نفوسنا من امور مش ملاح. كاين تدين ولكن مغشوش. الرسول عليه الصلاه والسلام واش قال؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء اللي يخاطيك عليه دخل روحك فيه. انا الان عندي هم، انا حاب نسقم نفسي، امور الناس علاه ندخل روحي فيها؟ الا حبيت ندخل روحي في امور الدين في النصيحه. اما امور الناس نتبع اسرار الناس، هذا تزوج وهذا طلق وهذا ضارب وهذا عمل كذا، وعيوب الناس انا نخرجها ونحكيها للناس. لماذا اتتبع امور الناس عطاه ربي ولا ما عطالوش انا علاه؟ حاجه خطيتني انا، حاجه بين العلماء انا علاه؟ انا الان راني عندي هم، راني مع ربي سبحانه وتعالى، انا ما نقدرش ندخل في ناس كبار عليا، هذو علماء، هذو ناس كبار، ما نقدرش ندخل في حاجه خاطيتني. هذه المساله ما نفهمهاش، خاطيتني انايا، راني حاب نسلك روحي عند ربي وخلاص، ما ندخلش روحي في حاجه وربما نخسرها ولا نقول كشكل ماشي مليحه. لازم قال النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوف مصلحتك، شوف الشيء اللي فيه مصلحتك. شفتوا الانسان هذاك اللي يمشي يتصدق، فقير، شاف فقير راح يعاونه ولا يتصدق له، ولا شاف مراه وليه ولا ارمله ولا راح يعاونها، ولا انسان مريض راح يشري له الدواء. هذاك الانسان هذاك راهو يحوس على مصلحته ماشي مصلحه المريض. لانك انت كي تتصدق انت راك مستثمر الان، راك مع ربي، معاملتك مع ربي ماهوش مع هذاك المريض ولا الفقير، وانما انت هذه مصلحتك فتش عليها. كي يأذن الاذان يقول الله اكبر حي على الصلاه وحي على الفلاح، قالوا يقول حي على الفلاح، مصلحتي كاينه هنا، نروح مصلحتي، انا انسان تاع مصلحه تاع الاخره عظيمه. الحسن البصري قال لو كان العقل هذا يتباع وكان يحطوه في المزاد لا تزايد فيه الناس، وانسان يحط 10 مليار الاخر يقول نحط 20 مليار، واحد يقول يوم الاخر. كي تفكر وحدك والله تحبس، العاقل ما يزيدش يكمل. نعم. اذا اخواني الكرام لم يبقى معنا الوقت كثير نكملوا يعني الكلمات هذه. الامر الاخر احنا قلنا احرص على ما ينفعك واترك ما لا يعنيك، الحاجه اللي خاطئتك لا، ولكن هذه اترك ما لا يعنيك ما تقولهاش في الدين. انا خويا اللي نشوفه ولا جاري ولا انسان اللي نشوفه شاب راهو ضايع، هذاك يعنيني لازم نروح ننصحه، بصح في امور تاعو عنده دراهم ما عندوش، ولا عنده في الرصيد شحال عنده في البنكه راهو يدير ولا عمل ولا كذا، لا سره هذاك انا ما نطلعش عليه، خاطيني، بصح الايمان تاعو يعنيني، هذا خويا مانيش حابه يدخل جهنم. الانسان اللي يكون فقير ما عندوش واش ياكل يعنيني، نحوس عليه باش نعاونه. اذا كان راح تنفع احرص على الناس، اذا ما راحش تنفع ما تدخل روحك في حاجه الناس، لان الامور هذه تفسد الدين. كم من الناس تدخلوا فيما لا يعنيهم فافسدوا دينهم.